السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حبيب قلبي، إن شاء الله هندخل مع بعض النهاردة نعمل قرص البركة. البركة هي دي قرص البركة. بسم الله ما شاء الله لا قوة إلا بالله. حبيب قلبي حاجة عسل عسل عسل. هندخل مع بعض المطبخ نشوف مقاديرها ونشوف عملناها ازاي ونشوف كل تفاصيلها وكل الأسرار اللي فيها اللي خلتنا نسميها قرص البركة. يلا بينا على المطبخ نعملها مع بعض. يلا بينا يا حبايب قلبي، ان شاء الله النهارده وصفتنا اسمها وصفة البركة. هنعجن النهارده عجين البركة. يعني ايه عجين البركة؟ كله بالبركة. انا متعمدة ان انا اقولش مقادير عشان ديت كانت وصفة امي الله يرحمها، ودايما كانت ده منهجها. يعني تقول يا ولاد كل حاجة بالبركة بيبقى فيها الف بركة. فانا النهارده هعمل عجين. هعمل عجين ايه؟ هعمل قرص طرية، بس هعملها بالبركة على وصفة امي الله يرحمها، وطعمها من طعام الجنة هي وامهاتنا جميعا، امين يا رب. عشان بمناسبة العيد هجمع حبايبي يفطروا معايا وبيحبوا ياكلوا القرص الطرية دي من ايدي. فانا هعملها ان شاء الله بالبركة عشان يبقى فيها الف بركة وجدن الحبايب متجمعين على البركة. معايا تقريبا، هقول لكم برضه عشان محدش يزعل مني، تقريبا والله انا ما وزنت. تقريبا كده بالبركة كده حوالي تقريبا 3 كيلو دقيق. ومعايا لبن انا مروباه برضه بالبركة، عشان انا متعمدة ان الوصفة دي النهارده تبقى وصفة البركة. ده رايب تقريبا يا 2 كيلو 2 كيلو ونص. هما كانوا جايين لي وانا روبتهم. ومعايا تقريبا بالتقريب برضو كل حاجه النهارده، ما تزعلوش مني، ما تقولوش يعني ايه تقريبا، انا قلت دي وصفه البركه. معلقه صغيره ملح، حوالي عن كوبايه سكر. مش كتير، لا مش كتير يا حبيب قلبي. البوله ديت او العلبه ديت قشطه، انا باخدها من على وش لبن وكنت حاطاها في الفريزر ومطلعاها فكه. ومعايا معلقه كبيره خل. ومعايا معلقه فانيليا، والله انا واخداه برضو بالبركه كده وحطاه بالبركه، مش ما عرفتش بمعلقه. ومعايا برضو ده كده كان باقي باكو بيكنج باودر، حطاه كده كله بالبركه. وده خميره باودر، حطاها برضو بالبركه من الكيس كده. انا عندي الكيس الكبير، الباكت الكبير ده خدت منه. وديت يا حبايب قلبي سمنه سايحه، حتى لونها هتلاقوه متغير عشان جاي فيها مرته من السمنه كده غصب عني يعني. ان شاء الله. دي مقاديرنا. هفكك السمنه تفكيك بس، وهرجع ليكم نعجن مع بعض. على ما السمنة تفك يا حبايبي هاخد هنا معايا بولة فيها يجي ربع كوباية مية دافية فترة كده عشان ما تموتليش الخميرة. وهاخد برضو شوية سكر هنا حوالي عن معلقتين، هدوبهم في المية ديت عشان احط عليهم الخميرة. الخميرة يا حبايبي هدوبها كويس جدا مع السكر والمية الفترة. هندوبها كويس قوي يا حبايبي عشان نتأكد ونسيبها ان هي تتأكد ان هي اتفاعلت مع بعضها. بس انا بفضل الله متأكدة من خميرتي. السمنة هي يا حبايب قلبي انا ما سيحتهاش سخنتها، لا انا فككتها، ولذلك لسه موجوده فيها بقايا للسمنه هي حبايب قلبي، بس دايبه في نفس الوقت عشان ما تسخنهاش زياده عن اللزوم. انا مش بعمل كحك عشان ما اقدحهاش ولا اسخنها قوي. هحط يا حبايب قلبي الملح على الدقيق، وهحط البيكنج باودر. احنا اتفقنا النهارده ان النهارده عجين البركه، مفيش ترتيب ومفيش اي تقيد من اي حاجه. هحط السكر بسم الله، هقلبهم كويس جدا مع بعض. هحط القشطه يا حبايب قلبي، وهحط كمان السمنه بسم الله. تقريبا السمنة دي يا حبايبي تقريبا نص كيلو. برضو احنا اتفقنا بالبركة. الله يرحمك يا أمي ويطعمك من طعام الجنة يا رب. صدقوني يا حبايب قلبي، والله والله الحاجة اللي نتجمع عليها كده حتى لو قليلة جدا، ومقصود منها ان انا اوصل رحمي واقرب حبايبي من بعض، البيت فعلا فعلا بيبقى فيه ألف بركة. هقلب يا حبايب قلبي السمنة مع القشطة كويس جدا جدا في الدقيق. انا شلت المعلقه يا حبايبي وهقلبها بايدي. هي ما كانتش بتعمل زي كده، هي كانت بتحط بتقول عليه الإدام اللي هو القشطه والسمنه ده، كانت بتقول عليه الإدام، تحط كله وتحط معاه اللبن الرايب وتعجن على طول. كانت هي الله يرحمها، الله يرحمك يا امي، الله يرحمك ويرحمك يا حماتي ويرحم اموات المسلمين جميعا. يا رب يرحم امهاتنا جميعا. وكانت تقول يا اولاد بالبركه، البركه كده هي الخير كله. كانت عينيها وايديها ميزان. بسيتها كويس يا حبايب قلبي كده بالشكل ده اهو، شايفين؟ ومعلش لازم البسها كويس جدا عشان السمنه ما تعملش تكتلات في الدقيق وتتعبني جدا جدا بعد كده في العجين، او ما استحملش ان انا افككها وانا بعجن وتبوظ ما تبقاش احسن حاجه القرص. هضيف بقى اللبن بسم الله،
ما تسرعش واضيفه كله يا حبايب قلبي. اضيفه حبه حبه واعجن. لو انا مش واثقه المقدار عندي هياخد قد ايه. ولو احتجت تاني اللبن عندي خلص ممكن احط ميه عادي، مفيش اي مشاكل. ممكن احط شويه لبن حليب لو انا يعني عاوزه اعجنها كلها باللبن. كانت امي بقى الله يرحمها بتعجنها بقشطه صافي وحاجه اسمها التقشيط كده. الله يرحمها الله يرحمها. هعجنها بقى يا حبايب قلبي، وهحط بقى الخميره عشان اعجنها انا كويس جدا جدا بقى. الخميره يا حبايب قلبي معايا هي تفاعلت بسم الله ما شاء الله. انا واثقه منها بس بعملها عشان حضراتكم. هصب العجينه الخميره على العجينه كده، واعجن بقى انا كويس جدا جدا. وهحط الخل والفانيليا هسيبها بعد شويه. حبيب قلبي العجينه بسم الله ما شاء الله نعمت وبقت زي العسل. بنعجن فيها بس ايه لحد ما ننعمها كويس جدا جدا، عشان لو القرصه اتركنت يومين ثلاثه حتى على الرخامه ما بتبرولش مننا ولا تفتول كده ولا حاجه، تفضل زي ما طازه زي ما هي. وبقول لكم برضو نصيحه يا حبايب قلبي عشان اكيد اخواتي الكبار عارفينها، انما البنات انا عملت حاجه متعمده ان انا اعملها، ان انا احط الماده الدهنيه الاول وبستها في الدقيق، وده مش حلو ابدا. صدقوني صدقوني بخبره السنين انا عجوزه. المفروض نحط المواد السائله الاول ونحط فوقها المواد الدهنيه، لان مهما بنبس المواد الدهنيه بتقفش شويه في العجينه بعد ما بنحط الماده السائله، الا اذا بقى نسخنها واللبن الرايب ما بيسخنش، اللي سخناها يفتل كده. حط كل الحاجات بالبركه زي امي وهتطلع احلى قرص ان شاء الله. هاسيبها بقى ترتاح شويه كده. انا يعني ممكن نخمرها في الوقت ده، نسيبها تخمر وبعدين نقطعها ونبططها ونرجع نخمرها. لا انا بغطيها ترتاح على ما بجهز الصوانيه وطبليتي ولا ترابيزتي والحاجه اللي انا هعمل فيها، وبعدين اقطع على طول. غطيناها يا حبيب قلبي اهو بكيسه كده وفوطه عشان ما تعملش قشره. هبدا اقطع فيها يا حبايب قلبي. التقطيعه دي حسب ما انا عايزه، وما كبرهاش قوي يعني اخليها في المعقوله كده حسب. او لو اللي بيحبها كبيره يعملها، اللي بيحبها صغيره كده كده وسط، دي وسط مش صغيره ومش كبيره. اقطعها يا حبايب قلبي كلها بالشكل ده بقى اهو يا حبايبي. هخلص انا كل الكميه لان هتاخد مني وقت ونشوفها مع بعض. كميه يا حبايب قلبي هي، بس انا بغطيها على طول كده عشان ما تعملش قشره في العجين. وكمان عندي الجزء ده كمان في الطبق اللي انا كنت عاجنه فيه، واحط فوق الصينيه واسيبه يرتاح شويه وابدا بقى ايه افرد فيه. وده يا حبايبي اجهز الصينيه بتاعتي وعلى الرخامه او على الترابيزه او على الطبليه مش هتفرق ايا كان السطح اللي هفرد عليه. وبالشكل ده كده يا حبايبي، ما رقهاش قوي وما سيبهاش تخينه زياده عن اللزوم. بالشكل براحه ايدي كده يا حبايبي وبطط عليها. لو حد شايفها معايا كبيره يقلل براحته، الحجم ده بتاعنا احنا. بس بحكم بقى ان انا عاملاها النهارده عجينه البركه فانا عاملاها كبيره شويه كده. هي حبايب قلبي وده السمك بتاعها عشان لسه هتخمر معانا وتبقى ان شاء الله هتشوفوها معايا كده بعد ما تخمر وبعد ما تستوي. بالشكل ده يا حبايب قلبي كمان واحده. وانا عاملاها ساده يا حبايبي عشان ينفع اللي عاوز يحشيها عجوه يحشيها، اللي عاوز يحشيها جبنه يحشيها. بس انا سايباها ساده عشان تبقى معانا سهل يعني مرنه في الاستعمال. اللي ما تبقى ساده كده بقى اللي احنا عاوزينها ساده، اللي عاوز عشان ياكلها بجبنه، تتاكل بعسل بمربى، باي حاجه احنا نحبها، اللي تتاكل كده ساده بالشاي بلبن بنسكافيه براحتنا يعني. واللي عاوز يحشيها يا حبايب قلبي يحشيها، واللي عاوز برضه يحط في العجينه سمسم يحط. بس انا عاوزاها كده على اصولها كده ايه بتاعه الزمن الجميل. يا حبايبي صاج اهو معاكم بالشكل ده، واسيب مسافات عشان الخمر والتسويه هتزيد اما تخمر، وهتزيد برضو اثناء التسويه انا معايا براحتي ما يمسكوش في بعض. بالشكل ده يا حبايبي. وانا عاملاه كبير بتاع ايام الزمن الجميل، ايام ما كانوا امهاتنا بيودوا لبعض كده اللي عندهم الخير يعني اللبن والحاجات دي بيودوا لبعض في المواسم والاعياد والحاجات دي، يقولوا لبعض خد عجيني. كانت ايام البركه فعلا، كانت ايام كلها بركه. دلوقتي عاد كل واحد بيقفل على حاجته ويقول لك لا ده انا يا دوبك تكفي بيتي، عشان كده البيوت ما عادتش بتكفي. سبحان الله العظيم. هخلص كل الكميه وجعت دماغكم. هخلص كل الكميه ونشوفها مع بعض. حبايبي انا كده خلصتها تقطيع تبطيط اهي كلها بسم الله ما شاء الله لا قوه الا بالله. اهو يا حبايب قلبي بسم الله ما شاء الله ده جزء
يعني دول كده 4 صواني، بسم الله ما شاء الله لا قوة إلا بالله. وده الكمية التانية على الترابيزة اللي أنا كنت بإيه بابطط عليها، بسم الله ما شاء الله، يا رب يكون الصورة واضحة. أهو يا حبايب قلبي، وفي جزء كده أنا عاملاه بالشكل ده كده عشان الأطفال أهو. أهو يا حبايب قلبي، إن شاء الله أسيبها تخمر بقى ونبدأ نسويها مع بعض ونشوفها بعد التسوية. حبايب قلبي القرص بسم الله ما شاء الله لا قوة إلا بالله اختمرت أهيت. هاخدها بقى واروح في الفرن ان شاء الله. لو في الفرن البوتاجاز الحرارة هتبقى على 180 او اعلى، على 200 كمان، عشان تستوي على طول. هي ما بتاخدش سوا، وكل ما بتكون الحرارة عالية بتطلع معانا هشة وطرية، بتفضل طرية جميلة كده. ما نسيبهاش في نار هادية تصمل وتبقى ناشفة معانا. والحرارة من فوق ومن تحت. والفرن الغاز التاني الحرارة من فوق ومن تحت، والجوانب وكل حاجة بتبقى شغالة. والنار فيه في الأول بتبقى عالية، بنسخنه جدا وبنخلي النار وسط. مولعين اهو يا حبيب قلبي، حطيت أول صينية. النار تكون عالية كده عشان القرص بتبقى هشة، مش هتاخد معايا نار وقت طويل. لو أنا هديت النار هتصمل معايا. يعني إيه تصمل؟ يعني تنشف كده وتبقى محجرة ومش حلوة. هنشوفها مع بعض دلوقتي لما تطلع إن شاء الله. أول ما بلاقيها نفخت معايا يا حبايب قلبي كده بقى، إيدي تنهى فيها، كل شوية ألف في الصينية وهدي النار بقى شوية عن الأول يعني. بسم الله ما شاء الله لا قوة إلا بالله. عسل 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 عسل، الله أكبر على السوى. شايفين يا حبايب قلبي؟ بسم الله ما شاء الله لا قوة إلا بالله. تحفة والله تحفة. يعني حاجة كده بسم الله ما شاء الله. بسم الله ما شاء الله، فوق ومن تحت كده متحنية. بسم الله ما شاء الله، يعني حاجة بسم الله ما شاء الله. تسوية يعني مفيش بعد كده. وهي هشة يعني الله أكبر. إن شاء الله تعملوها وتجربوها كده. وما تنسونيش كده من دعوة حلوة وكومنت حلو كده إن شاء الله. والصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم في التعليقات، والدعاء لإخواتنا بالنصر والتمكين. واللي أول مرة يشوفني ما ينسانيش من الاشتراك واللايك يا حبايب قلبي، اللايك. ربنا يجازيكم خير عني إن شاء الله. وأنا يعني بشكر كل اللي دخل عندي وعمل لي كومنت حلو او عمل لي اشتراك في القناة او تعليق حلو، ربنا يكبر بخاطره. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.